السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض الكوسة باللحمة الموزة. جميلة جدا اللحمة الموزة في الطبيخ. معايا الحلة بتاعتي، تمام. حطيت سمنة أو زيت زبدة المتاح عندك، وهنزل باللحمة بتاعتي وهشوحها بالشكل ده. بالشكل ده القطعية دي في اللحمة جميلة جدا في الطبيخ، اللي هي اللحمة الموزة. ما بتاخدش وقت في الطبيخ، حتى انا مش بسلقها. هنشوف طريقتها مع بعض انا بعملها ازاي. اديت لها التشويحة الحلوة بتاعتها دي كده، وهنزل عليها بالبهارات. وكان عندي بهارات 7 بهارات، تمام. وفلفل اسمر، الشكل ده ماشي. هنحط بهارات لحمة، بس انا حاطه عليها كمان جنزبيل يا جماعة، بالشكل ده. وهنشوحها مع بعض، تمام، بالشكل ده كده. وبعدين هنضرب الطماطم بتاعتنا، وتعالوا شوفوا هنعملها ازاي. هجيب الهاند بلندر بتاعي بالشكل ده، وهقطع الطماطم وهقطع البصل بالشكل ده، وهضرب كل المكونات بتاعتي. طبعا معايا هنا الفلفل، حطيت قرن فلفل. هضرب الطماطم بتاعتي ديت في الخلاط او في الهاند بلندر المتاح عندك. طبعا حبايب قلبي، اللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يشترك ويفعل الجرس ويضغط على كل علشان يوصل كل جديد. وعايزه اقول ان في ناس كتير متابعه القناه يا جماعه، ومفيش حد يعني في مشاهدات كتير، بس مفيش حد بيشترك يعني في القناه. فاللي يشوف قناتنا يا جماعه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل كل جديد. اغلبيه اللي بيشاهدوا القناه بتاعتنا يا جماعه مش مشتركين، بالشكل ده. هفرمه جامد فرم ناعم. حبايب قلبي اللي متابعين القناه يحطوا لايك للفيديو. فرمتها كده كويس. خلاص. طبعا انا هحط معلقه سكر على اللحمه، بتفرق كتير يا جماعه، جربوا مش هتندموا. سكر، انا ما حطيتش ملح خالص، الملح ده في نهايه السوا. هسيبها ان هي تاخد وتدي مع بعضها لحد ما تدخل في مرحله السوا، وهنشوف هنعمل ايه. خلاص بالشكل ده. خلاص هي بدأت تدخل في السوا اهي. خلاص هنزل بقى عليها بالكوسه. طبعا انا عملت ملوخيه لان في عندي ما بيحبوش الكوسه، فعملت معاها ملوخيه. وطبعا انا مصورتش الملوخيه لان احنا عملنا فيديو عليها قبل كده. ف كده بالمنظر ده. مش هزود ميه، الكوسه بتنزل ميه وهتشوفوا في الاخر. هنحط بقى الملح لان هي خلاص كده تمام. هي كده استوت بنسبة هقول 80%. فهكمل بقية السوا مع الكوسة. حطينا الملح خلاص، لان طبعا انا حاطه البهارات زي ما انتم عارفين من اول ما حطيت اللحمه. طبعا هنا الملوخيه زي ما انتم شايفين خضره وجميله والله. في ناس طلبت مني وانتي بتعملي الملوخيه عرف يعني صوريها وبتعمليها ازاي. فانا هعمل معاكم فيديو لطريقه تخريطي في الملوخيه، وازاي بنخزنها وازاي بنحفظها. هنا هنعمل الرز.
دي تاني مرة انا بصور الرز في الحلة السلستين، علشان في ناس بتقول السلستين لا، انا بطبخ الرز عادي في السلستين وما بيلزقش. ده كله تبع انك انتي يعني ما تعليش النار. اولا النار على اي حاجة سواء سلستين او اي حاجة تانية هي بتبوظ الدنيا، فنارك وسط، حاجتك مظبوطة، مفيش اي حاجة هتبوظ معاكي. تمام. طبعا انا هنا شوحت الرز والشعرية مع بعض. بعتذر يا جماعة عن صوت بنتي تعرفين ان معايا بيبي صغيرة، معلش. زي ما قلت لكم كده بشوح الرز والشعرية مع بعض كده علشان يبقى مفلفل وجميل. طبعا هنزل بقى بالملح بتاعي، وهنزل برشة فلفل اسمر، معلقة ملح ورشة فلفل اسمر. تمام. اللي اول مره يشوف قناتي واللي جربها قبل كده هيعرف ان انا بعمل الرز بالطريقه ديت، وفعلا ما بيبانش الفلفل الاسمر فيها، ويعني ريحه حلوه وطعم احلى واحلى. جربوا يا جماعه بالطريقه ديت وهيعجبكم جدا جدا. كده هقلبه كله مع بعضه كده بالشكل ده. ما تنسوش تحطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك، واللي بيشوف قناتنا يشترك ويفعل الجرس ويضغط على كل عشان يوصله كل جديد. هنزل بالمية بتاعتي بالشكل ده. تمام. كده زي ما انا قلت لكم كده العيار مظبوط. زودت شويه ميه لان الرز بتاعي ده بيحتاج ميه زياده. وده الشكل النهائي. الكوسه بتاعتنا استوت بالشكل ده. والله يا جماعه كان طعمها تحفه، ومش عايزه اقول لكم ريحه كانت عامله ازاي. وطبعا بتنجان مخلل انا كنت عاملاه، بس للاسف انا كنت صورته بس في حاجات كتير ضاعت وللاسف معرفتش انزل الفيديو. طبعا عملنا كمان الملوخيه زي ما قلت لكم، وما رضيتش ان انا اعملها تاني في القناه علشان ما بقاش حرقت كتير قوي يعني انا عملتها قبل كده. انا عايزه اعمل كل جديد معاكم. هي انا هقرب لكم منها اهي. والله هي خضره، هي مظلومه في التصوير بس هي فعلا خضره وجميله. انا بخرطها بالمخرطه يا جماعه. وعملت الرز بشعريه زي ما انتم شايفين كده. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.